تغطي المحيطات 70% من الكرة الأرضية، وتعيش في هذه المحيطات الزرقاء الواسعة كائنات متنوعة كثيرة ضمن ترتيب مدهش. وأحد هذه الكائنات الدلفين، صديق الإنسان المحبوب في البحر. الدلافين أذكى الحيوانات البحرية، فهي كائنات محببة وأليفة. خلقها الله وأحسن خلقها وتصميمها لتتلائم مع الحياة. نحن نرى الدلافين أحيانا على سطح البحر، ولكنها تبقى معظم وقتها في الأعماق، وذلك لتبحث عن طعامها في أماكن مظلمة تصعب فيها الرؤية. ورغم ذلك تبصر هذه الدلافين في هذه الأعماق المظلمة وبوضوح تام كما يبصر الإنسان في وضح النهار. كيف تتحقق هذه الرؤية لهذا الحيوان الأليف؟ لقد خلق الله تعالى للدلافين بتصميم إلهي رائع نظاما معقدا جدا يؤمن لها إدراك طريقها من خلال موجات صوتية. وقد سمى العلماء هذا النظام بإيكولوكيشن، ويكمن سر هذا النظام في رأس الدلفين نفسه، إذ يعمل على إرشاده إلى ما يريد بيسر وسهولة. لندقق في هذا الرأس، إذ يحتل ثقب التنفس مكانا في القسم العلوي لرأس الدلفين. تحت هذا الثقب تماما يوجد كييسات مليئة بالهواء. أثناء مرور الهواء من هذه الكييسات تصدر الدلافين أصواتا عالية. هذه الأصوات تحول إلى الكييس المليء بالشحم في القسم الأمامي للرأس إلى موجات صوتية، ثم ترسل موجات الصوت هذه من خلال فواصل قصيرة. يعود صدى هذه الموجات من خلال الفواصل نفسها بعد اصطدامها بالأشياء المحيطة لتصغي إليها الدلافين باهتمام. تصل موجات الصوت أولا إلى القسم الموجود تحت الفك السفلي المسمى بنافذة إيكوستيك، وبعد نقلها للأذن الداخلية تعير من قبل الدماغ. والصدى الراجع من محيط الدلافين يعطيها معلومات مفصلة عن أبعاد المواد وأحجامها وحركاتها. على هذا الحال فالدلافين التي تتجول في مساحات واسعة تستعرض خريطة البحر أمامها بفضل هذا النظام الرائع وبكل يسر وسهولة. هذا النظام يعرف في الأوساط العلمية بنظام سونار. والدلافين تتصرف في عرض البحر من خلال هذا الجهاز المدهش المتقن، فتطلع على كل شيء وترى وكأنها في وضح النهار. إن وجود نظام تقني فائق متقن في جسم كائن من لحم ودم
بهذا الشكل البديع لهو دليل واضح على روعة خلق الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الغواصات الحديثة قد استخدمت هذا النظام في القرن العشرين، فإن الدلافين قد استخدمته منذ ملايين السنين. وعلى هذا فإنه من المحال أن ينشئ الدلافين بنفسه هذا النظام الفريد المتقن. هناك تفسير واحد فقط، إنه من صنع الله جل جلاله. والأمر يبدو مهما أكثر إذا علمنا أن هذا النظام لا تستخدمه الدلافين فقط من أجل إنارة الطريق والتعرف عليه، بل تستخدمه أيضا لهدف آخر، وهو اجتذاب الأسماك نحوها لاصطيادها بعد تدويخها. والطيور تستفيد من هذا السلاح الفتاك أيضا، فتقدم لها الدلافين خدمة كبرى، إذ يصبح صيدا سهلا لها، وهكذا يستفيد الاثنان. مهمة أخرى يقدمها هذا النظام للدلافين، فهو يستخدم كجهاز اتصال فيما بينها، فتتفاهم مع بعضها بعضا، وتستطيع الاتصال مع بعضها من مسافة 220 كيلومترا. وعلى هذا يمكن اتصال دلفين في مضيق اسطنبول مع دلفين آخر في مضيق الدردنيل. والأمر الأهم والأهم إذا علمنا أن هذا النظام يساعد البحث عن زوج، وكذلك نظام إنذار من الخطر إذا أحس الدلفين باقترابه. خلق الله تعالى لكل كائن حي نظام رؤية يفي باحتياجاته على أكمل وجه. فخلق للإنسان عيونا تمكنه من الرؤية فوق الأرض، ولكنها لا تبدو كذلك تحت الماء، إذ تبدو ناقصة أو معدومة أحيانا، وذلك لعدم وجود طبقة هوائية أمام العين وتحت الماء. ولحل هذه المشكلة يستخدم الغواص نظارة خاصة حلت له هذه المشكلة. كذلك استخدم آلات التصوير ذات التقنية الخاصة لالتقاط الصور تحت الماء. إذا كان هذا شأن الإنسان، فكيف هي عند الدلفين؟ طبعا الأمر يختلف هنا،
فعيناه أقوى بكثير من عيني الإنسان، إذ تمكناه النظر تحت الماء وفوقه. كيف يتم ذلك؟ في عين الدلفين عدسة ذات تصميم خاص تؤمن لها هذه الميزات، فيرى الأشياء بوضوح، ويتم ذلك عن طريق تضييق العدسة أو توسيعها حسب الحاجة. وعندما تخرج الدلافين إلى سطح الماء، تجتمع أسراب الطيور القريبة من المكان بتوقيت سليم. لأنه إذا اجتمعت طيور البحر في مكان ما، فيعني هذا وجود مجموعات أسماك في ذلك المكان. وتعرف الدلافين هذا جيدا. إذا جاء الوقت المناسب لاصطياد الأسماك دون عناء أو تعب. هذا التصميم الخاص الموجود في عيون الدلافين يحميها من ملوحة مياه البحر أيضا، فلا يسبب لها أي أذى. هناك ميزة أخرى في عيني الدلافين، إذ كل عين تركز النظر في جهة تختلف عن الأخرى. وكل عين لها مهمة، عين هنا وعين هناك وفي وقت واحد. فمثلا عندما تنظر عين إلى الجهة التي يسبح فيها، فإن العين الأخرى تراقب الأخطار المحيطة بها كخطر سمك القرش. ويستطيع الدلفين عند الحاجة أن يغمض عينا واحدة ويريح قسما من دماغه، ثم يغمض عينه الأخرى ويريح القسم الآخر، وهكذا لا ينام الدلفين كليا، ويبقى حذرا تجاه الأخطار المحيطة به. والمدافعون عن نظرية التطور يدعون أن الكائنات كلها وأنظمتها المحكمة ظهرت مصادفة. بمعنى أن الدلافين بما فيها من أنظمة استكشاف رائعة وآلية رؤية فائقة خلقت مصادفة، لكن هذا الادعاء لا يصدقه العقل، ولا يمكن لعاقل أن يدعي وجود آليات رؤية كهذه ونظام استكشاف كهذا مصادفة. فادعاؤهم أن ظهور العيون التي تفوق أحدث الكاميرات في الدلافين تطورا والتصميم المتقن في نظامه الاستكشافي مصادفة ادعاء غير منطقي أبدا. إن وجود هذه الأنظمة التقنية المتقنة في هذا الحيوان الأليف يضعنا وجها لوجه أمام مظاهر عظمة الله تعالى في خلقه ودقة تقديره لما وهبه لمخلوقاته من نعم لا تحصى.
إذا أراد مهندس ما تصميم مركبة بحرية قوية تتحمل الظروف الصعبة، فعليه أن يأخذ بالحسبان قوة احتكاك هذه المركبة في الماء. فكلما عمل على تخفيف الاحتكاك كلما كانت المركبة أقوى وأسرع. لذلك عليه أن يختار التصميم المناسب الذي يخفف الاحتكاك إلى أدنى درجة ويعطيها القوة. من المعلوم أن قسما كبيرا من طاقة محركات المركبات البحرية يضيع بلا جدوى من جراء عائق الاحتكاك. تعالوا معنا لنرى كيف تواجه الدلافين هذه المشكلة. تحب الدلافين السباحة السريعة، والسباحة السريعة تواجه بقوة احتكاك كبيرة، ولكن لا توجد أي مشكلة بالنسبة للدلافين من جراء هذا الاحتكاك، لأن الله تعالى الذي أبدع خلقه هيأ لها جميع الأسباب التي تيسر لها تحركاتها ونشاطاتها. كيف؟ جلود الدلافين وبنية أجسامها خلقت بتصميم عجيب يخفف من قوة الاحتكاك إلى أدنى حد. لنرى معا هذا التصميم الرائع عن قرب. الله تعالى زود الدلفين بجلد مطاطي خاص. ترى ما فائدته؟ من جراء السباحة تتكون لديه طبقة مائية تسمى طبقة حد الاحتكاك. هذه الطبقة تقابل من قبل هذه الجلود المطاطية بحركة معاكسة تقاوم الاحتكاك، فينتج عن ذلك سباحة سريعة ومريحة جدا للدلفين. هذا التصميم الإلهي للدلفين ألهم ودل أهل العلم إلى إنجاز هندسي كبير. فمهندسو الغواصات الألمان بعد أن درسوا هذا التصميم في جلد الدلفين أنجزوا بعد أبحاث دامت 4 سنوات صنع غطاء يتميز بخصائص قريبة من جلد الدلفين. والغواصات التي استخدمت مثل هذه التقنية كسبت سرعة قدرت ب2.5 ضعف. فما رأيكم؟ قطعا تصميم رائع كهذا على ماذا يدل؟ يدل على عظمة خالق
وضع تصميما في أحد مخلوقاته، فكانت حقيقة علمية جديدة أبدعها الخالق من ملايين السنين واكتشفها الإنسان الآن. إن هذا التصميم الذي رأيناه في الدلفين نموذج من خلق الرحمن الذي لا تفاوت فيه. فكل كائن في الطبيعة جهز بصفات مدهشة يراها الذين يتفكرون في خلق الله تعالى وصنعته الرائعة. قال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هنا أفريقيا. في هذه القارة تعيش كثير من الكائنات المتنوعة. هذا أكبر حيوان بري على وجه الأرض. أجسامها الضخمة تبدو وكأنها منزل يتحرك. وزن فيل واحد يساوي وزن 50 شخصا تقريبا. تعيش الفيالة 70 سنة في الظروف الطبيعية. وتتجول على شكل قطعان غالبا، وفي كل قطيع 30 فيلا تقريبا. يقاد القطيع من قبل فيل أنثى، والقرارات التي تتخذها تنفذ من قبل الجميع. وهناك نظام وانضباط كاملان يسير عليه أفراد القطيع، والذي يراعى فيه النظام الطبقي. يأكل كل فيل واحد وسطيا في اليوم 250 كيلوغراما من الأعشاب. هذا يعني أن القطيع المؤلف من 30 فيلا يستهلك 70 طنا من العشب تقريبا.
ولا شك أن حاجة الفيل إلى الماء تحت الشمس الحارقة حاجة مريحة أيضا، ولهذا فهو يضطر إلى ارتياد نبع الماء يوميا. وليحصل على الماء والطعام لا بد له من أن يقطع مسافة 50 كيلومترا دون توقف أحيانا، وهو لا يتحمل البقاء من دون ماء أكثر من 3 أيام. خلقت أجسامها بشكل يتناسب مع البيئة الصعبة الموجودة فيها. والآن لندقق في بعض خصائص الفيلة هذه، وذلك عن قرب، ونرى معا معجزات الخالق في هذه الحيوانات الثقيلة. الخرطوم أكبر مساعد للفيلة. عمليات متنوعة كثيرة تتحقق بهذا الخرطوم. كان العلماء في القرن 18 يظنون أن خرطوم الفيل عضلة واحدة، لكن البحوث الحديثة أدهشت العلماء، ففي حين لا تتجاوز عضلات الإنسان 639 عضلة، اكتشفوا وجود مئات الآلاف من العضلات في خرطوم فيل واحد. هذه العضلات التي ترى على شكل حلقات بعضها فوق بعض تعطي خرطوم الفيل مرونة كبيرة. ويتكون الخرطوم من مجموعتين أساسيتين من العضلات. العضلات الموصولة تقاطعيا تؤمن دوران الخرطوم حلزونيا إلى الجهات كلها، وتمكنه من التحركات الثقيلة، وتعمل عمل الرافعة التي نستخدمها في رفع الأثقال. المجموعة الثانية من العضلات تقوم بأدق الحركات، وتتميز بحاسة اللمس كأصابع الإنسان تماما. والخرطوم ليس أنفا فقط، بل هو كل شيء بالنسبة للفيل، هو الحواس كلها وأكثر. ولذا إذا تضرر الخرطوم يمكن أن يكون سببا في موت الفيل في مدة قصيرة. والمدافعون عن نظرية التطور يدعون أن الخصائص التي تملكها الكائنات ظهرت تدريجيا نتيجة المصادفات، وعلى هذا فإن بنية معقدة كخرطوم الفيل لا تستطيع القيام بمهمتها إلا بعد ظهور مئات الآلاف من العضلات معا وفي آن واحد، وهذا حسب زعمهم يستغرق وقتا طويلا. ولو لم تكن هذه المجموعة من العضلات موجودة معا لعجزت الفيلة عن الحركة ولماتت في مدة قصيرة، وهذا لم يحدث أبدا. إن الفيلة تستخدم خرطومها بسهولة منذ ملايين السنين على أكمل وجه، وهذه التصاميم في أجسام هذه الحيوانات تظهر لنا مرة أخرى بديع خلق الله تعالى. الفيل الذي هو أكبر كائن بري على وجه الأرض ويصل وزنه إلى أكثر من 5 أطنان
يمشي بسهولة وبخطوات وئيدة على الأرض وبدون أي صعوبة. إن هذه السهولة في المشي لابد أن تكون نتيجة تصميم خلقي متقن يؤمن له ذلك. وفعلا الفيلة تملك أقداما ذات هندسة متقنة تتناسب وحجمها تماما. إذا رغم أنها ثقيلة جدا إلا أنها تمشي على الأرض بخفة مدهشة. كيف يحدث هذا؟ يوجد تحت عظام الأصابع طبقة دهنية مطاطية كالوسادة تخفف الضغط، وهي السر في سهولة المشي. هذا ما كشفه الباحثون. نظام تخفيف الضغط هذا أوجده الله خصوصا لأقدام الفيلة، إذ إن هذه الطبقة بمثابة وسادة تحت عظام الأصابع تسهل لها رفع قدميها بسهولة بعد الضغط الشديد الذي يتركه الفيل على الأرض حين تطأها قدمه. بفضل هذا تمشي الفيلة مساحات طويلة بسهولة رغم وزنها الزائد. هذا إذا علمنا أن القوانين الفيزيائية تؤكد أن الضغط الذي يحدثه كعب رفيع لحذاء امرأة على الأرض أكبر من ضغط قدم الفيل، فتصوروا. ويزعم نظرية التطور كما نعلم أن الكائنات تطورت مع مرور الزمن إلى أن وصلت إلى وضعها الحالي. فالفيلة في بدء ظهورها لم تكن قادرة على المشي لعدم وجود هذه الطبقة الدهنية المطاطية. في هذه الحالة كان يجب أن تموت جوعا وعطشا حسب زعمهم، ولكن هذا لم يحدث. فالفيلة خلقت هكذا منذ البداية، ولم يطرأ عليها أي تطور أو تغيير. هكذا خلقها الله. تعد الاتصالات بين الناس بالوسائل المتوفرة في حياتنا المعاصرة من ضرورات الحياة. وإذا قلنا لكم إن الفيلة أيضا تتصل ببعضها بعضا وتتفاهم فيما بينها في شؤونها، فهل تصدقون؟ لقد راقب العلماء مدة طويلة أنظمة الاتصال لدى الفيلة، وأوضحت البحوث أن الفيلة تقوم بالاتصال من خلال تردد صوتي الإنسان لا يسمعه. وبينت هذه الأبحاث قدرة الفيلة على الاتصال بواسطة هذا التردد الذي تسمعه فيما بينها بسهولة وعلى بعد 4 كيلومترات وأكثر. لقد اكتشف العلماء حتى الآن 30 نداء معينا تستخدمها الفيلة كرموز اتصال فيما بينها. ما رأيكم إذا قلنا لكم إن الفيلة تكتشف من الترددات الصوتية ما ينبئ بالكوارث الطبيعية كتحركات الكتل الضخمة والزلازل والبراكين، وتأخذ احتياطاتها؟ لكن هذه الأصوات لا يسمعها الإنسان إلا من خلال أجهزة، والفيلة تسمعها بسهولة وبدون عناء.
كان يظن سابقا أن الحوت وحده يستطيع إصدار مثل هذه الأصوات، ولكنهم فوجئوا بأن الفيلة أيضا تسير على النهج نفسه في مجال الاتصال. يقول العلماء إنه باستطاعة الفيلة عن طريق إصدار هذه الترددات الصوتية الاتصال من مسافة بعيدة تصل إلى 10 كيلومترات في الظروف الجوية المناسبة. وبهذا الاتصال العجيب تبدو لنا شبكة اتصالات واسعة منتشرة لدى الفيلة في أماكن واسعة. وتبدو هنا ميزة ملفتة لهذه الترددات الصوتية، إذ بمقدورها قطع مسافات طويلة بلا ضياع. فالأصوات ذات الترددات العالية عادة تكون موجاتها قصيرة وتفقد قوتها على مسافة قصيرة، إلا أن الموجات المختارة للفيلة طويلة جدا، تستطيع قطع مسافات طويلة دون أن تفقد قوتها. وبفضل هذه الاتصالات المتقنة يمكن لقطيع الفيلة المنتشر على بعد عدة كيلومترات تنظيم نفسه والتفاهم التام بين أفراده بكل ما يهمهم. إلى غير ذلك، والفيلة أيضا تستخدم أسلوب اتصال آخر لحظة الخطر إذا أحدق بها أو أحست به. فعند مواجهتها لوحيد القرن مثلا تعلم الجماعات الأخرى بالخطر من خلال الارتجاجات التي تحدثها ضربات أقدامها القاسية على الأرض. وبهذا تؤخذ الاحتياطات اللازمة قبل وصول الخطر بالطرق المناسبة. إن ما استعرضناه من أمور عجيبة عن بعض الحيوانات لم يأتي صدفة، إنها دلائل واضحة تبين بديع صنع الله تعالى. وقد بين الله تعالى هذه الحقيقة في كتابه الكريم بقوله: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وكل ما يكتشف حديثا عن هذه الكائنات يرينا الحقيقة نفسها. وكما تابعتم معنا، فأكبر كائن بري يملك هذه المزايا الفريدة. وفي هذا دليل آخر يضاف إلى الأدلة التي لا نهاية لها عن عظمة الله تعالى في خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين.